السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. النهاردة هنعمل الغدا مع بعض. معلش بقى صوت عندنا فرح في الشارع. ربنا يفرح الناس جميعا يا رب. آه معلش بقى لو هعلي صوتي شوية كده بقى على قد ما اقدر. النهاردة احنا هنعمل الغدا مع بعض. ده كربات. هعمل المرتة بتاعته ملح وفلفل وقرفة. حطي بهاراتك اللي انت بتحبيها كلها ما عدا الكمون طبعا. وهمسك البطاية كده ايه، اخدها ايه يعني شقلطها كده في كل بصل بقى. والتتبيلة دي بتبقى ريحتها جميلة يا سلام بقى لو يعني عملتيها قبل، يعني تتبليها كده وتسيبيها ساعتين كده او ساعة ونص كده. بس انا عشان مستعجلة جايلي ناس على الغدا، فما ينفعش يعني اللي انا ايه استنى. بس برضو يعني حلو عادي في تتبيلة حبة حلوين. ده ورق لوري واللي هو الحوايج بتاعت الشوربة، زر الورد وقرفة وفلفل حصى وحبهان وعود قرفة، يعني حاجة الشوربة كلها. انا حطيت الكبدة والقناصة والبطاية ايه، احاول ايه يعني الحلة تبقى على قدام ما شاء الله. الدكر كبير يعني، بس هي الكاميرا مش عارفة مصغرة ليه، بس هو والله كبير كده يعني. بالهنا والشفا اللي يكلم منه يعني. هنا على الجنب انا بسلق مكرونه وهعمل هنا البشاميل. انا قلت ان انا النهارده اعمل ايه، يعني اكل نواشف كده خفيف، مش هعمل اي حاجه ايه يعني فيها تسبيكه ولا الكلام ده. انا بس بشيل الريم اللي فوق الوش، بحاول اللي انا اشيله. آه يعني اتلاشى اللي هو الحبهان اللي ظهر فوق الوش وكده. فانا بحاول اللي انا ايه اشيل الريم ده. وكل شويه بقيت اعري الحله واشيل، فاهمين كده؟ عشان دي الرمل اللي فوق الوش ده بيبقى يعني عباره برضو ايه عن زفاره. فحاولي اللي انت تشيلي. هنعمل البشاميل. حطيت يعني بق زيت كده، وحطيت معلقتين كبار سمنه بلدي. السمنه اللي تعجبك يعني، مش عايزه تحطي زيت خالص براحتك. حطيت البشاميل ده عندي جاهز. المفروض اللي انا احطه على اللبن على طول، بس انا بحب ايه يعني اديله تشويحه بسيطه كده وبعد كده احط عليه اللبن. ده كيلو لبن. هحط كيلو اللبن دوت. هو متلج كده من تحت بس هحطهم برضو. وكان عندي كنكه فيها لبن تاني برضو حطيتها. انا بحب البشاميل اللي بيبقى كتير، وبحبه بيبقى كتير يعني فيه لبن كتير كده. بس هتفضل ايدي بقى اجيب المضرب بس، وتفضل ايه ايدي في البشاميل كده ما شيلاش. لو انت عايزاه كريمي كده. المكرونه بتاعت البشاميل انا بسلقها يعني ايه سوا، يعني ايه 80% كده بسلقها سوا كامل يعني. عشان بعمل البشاميل اللي مش تقيل قوي، فالاتنين بيشربوا من بعض كده بتبقى طعمها جميل. انا عندي قشطه. القشطه دي قشطه بلدي فلاحي. طعمها وريحتها جميل قوي. فحطيت حته كبيره كده على البشاميل، وحاولت اللي انا ايه وهو سخن كده ايه اقلب. بصوا البشاميل عامل زي الكريمه ازاي. دي حته سمنه بلدي كده، قلت ايه يعني ادهن بيها الطاجن كده. عايزه في طاجن، عايزه في صينيه ألمونيا، ايه اللي يعجبك اعمليه. البشاميل اللي بقى بحب يعني اعمله كتير، عشان بنحب البشاميل اكتر من المكرونه. المكرونه دي انا سلقت كيس واحد بس، عمل معايا الطاجن ده وعمل معايا طاجن صغنون او بس يعني ايه عملته بعد ما خلصت. هحط المكرونه وعليها كبشتين بشاميل، وبعد كده بحط ايه جبنه موتزاريلا. بتبقى المكرونه اسفه يعني جوسي كده من جوه وطعمها جميل. اما تكتري في الجبنه او كتري في البشاميل، الاتنين بيدي المكرونه من جوه كده طراوه وبتبقى هشه كده. احنا عامه ما بنحبش المكرونه قطع، هتشوفوها وانا بغرف كده احنا بنحبها ايه يعني فروله وسايحه ببعضها كده. حبة المكرونة دول عندي زي طبق بايركس كده عملتهم فيها. فاض مكرونة وفاض بشاميل وفاض طبعا لحمة. فأنا بحب إيه يعني ما كترش المكرونة، أنا ما كتر البشاميل. رجعت حطيت ميكس جبنة موتزاريلا على شيدر تاني، وهحط إيه البشاميل من فوق الوش. كتري بقى إيه وما تستخسريش.
يعني يعني صينية المكرونة او طاجن المكرونة حلاوته في البشاميل. والجبنة الموتزاريلا زي ما انت عايزة بقى، دي اختياري، بس طبعا بتديها طعم ومطة كده وتبقى ناعمة كده، بتبقى جميلة بصراحة. انا هجيب منديل بس يعني عشان الطاجن ما يتحرقش، هساوي بس الطاجن كده. بس ادي طاجن البشاميل، مش قادرة اقول لكم والله عامل ازاي. كده كانت عندي الشوربة يعني بقى لها مدة على النار، بس لسه الدكر ما استويش، بس اتعملت حبة شوربة حلوين يعني. حطيت على الشوربة معلقة سمنة بلدي، وهحط عليها حبة ملح، والصينية ديت هبلي فيها الايه، الرقاق، والصينية التانية دي هحط فيها الرقاق. خدت الصينية يا دوبك بس ايه، يعني خليت معلقة السمنة دي تسيح شوية كده. الفرن كانت ولع عندي، رحت حطيت الصينية دي يا دوبك تسخن كده عشان حتة السمنة دي بس تسيح. ودي الرقاق عندي. الرقاق بقى مش مهم بقى يتكسر معاكي ولا الكلام ده، عادي، كله هيبقى حتة واحدة، ما تخافيش. انا بحط القطع اللي عندي الصغننة دي في النص، وارجع ايه عادي بقى، احط صوص، احط كده، ما تخافيش، كله هتبقى حتة، القطعة تبقى قطعة واحدة. انا ما رضيتش اعمل في الصينية المدورة، قلت ما فرقتش، مدورة من المستطيلة ما فرقتش، او مربعة ما فرقتش. بس الشوربة سخنة بس كده بتسيح ايه معايا على طول الرقاق. ونحط بقى السمنة، عندي مش سايحة، جمدت بقى خلاص، الدنيا شتا، فالسمنة ايه جمدت شوية. فطبعا ايه لسه هسيح وكده زي ما قلت لكم ايه، انا مستعجلة. يعني الغدا ده خد مني، اللي اخرني بس يعتبر هو دكر البط على النار. اما الغدا المكرونة مع تعصيجة البشاميل ده، كمان تعصيجة اللحمة ما عملتهاش قدامكم، انا عملتها الصبح. فما خدش مني الحاجات دي، ما خدتش مني اقل من ساعة يعني بتسويتها بكله. اللي بس يكتر معايا شوية اللي هو الايه، الذكر، عشان كان كبير شوية. انما غسيل الذكر مع ذكر البط، غسيله مع حشوه مع حطيته يعني على النار، وعملت تعصيجة اللحمة، وعملت البشاميل، وعملت طاجن المكرونة، وعملت اهو قدامكم الرقاق، والله ما كملت ساعة. انا الرقاق لو اتكسر عندك زي ما انا بعمل كده، ما تخافيش ولا اي حاجة، عادي. انا هكمل شوربة تاني برضو الصينية، عشان بدأت دي ايه، بدأت الشوربة دي تبرد مني، وكملت بقى الصينية. هاجي هنا، ده اسمه خضار سوتيه، احنا بنحبه يبقى حوالين البطاية كده، هتشوفوا المنظر، او فراخ او اي حاجة بنحبه وندخله الفرن. انا الخضار دوت بسلة على جزر على فاصوليا على كوسة على بطاطس، تمام. بحطه ايه، بغسل الحاجات كلها طبعا نية، ما عدا البطاطس ما بحطهوش دلوقتي. هفضل اقلب كده، وكل شويه يعني انطق الحله كده، واغطي على النار اقل من الوسط شعرايه، واغطيها، هو يستوي على كده. انا ما بحط الشوربه ولا بحط ميه فيه ولا بحط اي حاجه، هو بيستوي منه في بعضه. بس وما يخش في السوا اروح حاطه ايه، ملح وحبه قرفه وفلفل اسود، بس على كده بيبقى طعمه فظيع. وحته سمنه بلدي بقى، وحطه حوالين البطايه زي ما انتم شايفين كده، وحطها في الفرن. بصوا بقى المكرونه، بصوا بقى، مش قادره اقول لكم والله سايحه وناعمه ازاي. عين دكر البط خد مني لسعه كده، بس تمام يعني هيتاكل. يا رب الاكل يعجبكم، متشكره لكم قوي، السلام عليكم ورحمه الله.